هل الهلال علينا معلنا رجبا. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله، مرحبا بكم بالمشاهدين. حياك الله. نذكر السادة المشاهدين أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. بداية، حديثنا اليوم هو عن شهر من الأشهر الحرم، والتي أتت مجتمعة في ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وشهر منفرد وهو شهر رجب. وللحديث في شهر رجب وخصائصه وفضائله وما يجب على الإنسان أن يفعله في هذا الشهر، معي ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا ومرحبا بكم. في البداية شيخنا، الشهر الحرام عموما لماذا سمي بهذا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بالنسبة لمسألة الأشهر الحرم، وردت في قول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وابتداء نقول بأن الله سبحانه وتعالى في خلقه، خاصة خلق الزمان وخلق المكان وخلق الأكوان كلها بما فيها الإنسان، يخلق ما يشاء ويختار. فالله سبحانه وتعالى له الأمر وله الخلق، ألا له الخلق والأمر. فعملية الاختيار هي من أمر الله تبارك وتعالى ومن خلقه كذلك. فالله سبحانه وتعالى خلق الأمكنة وفاضل بينها، كما خلق مكة والمدينة والمسجد الحرام، جعلها أماكن مفضلة بحكمه سبحانه وتعالى. وخلق كذلك في عوالم الملائكة وفاضل بينها، وخلق عالم الإنس أيضا وفاضل بينهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وفاضل بين أنبيائه ورسله فجعل منهم أولو العزم اللي هم محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، مع أن الأنبياء كثر والرسل كثر، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل منهم هنالك أصفياء ومقربين في داخل الدائرة النبوية نفسها ودائرة الرسالات. كذلك خلق الزمان سبحانه وتعالى، وهو عملية تحولات الليل والنهار. وطبعا عملية الزمان هي تختلف من كون إلى كون. فالكون الذي نحتسب به الزمان عندنا الآن هو الأرض وحركة الأكوان من حولها، وبالتالي هذا الزمان الذي عندنا ليس بلازم أن يكون الزمان الذي هو عند الله سبحانه وتعالى، لأن الزمان عنده يختلف. إن يوما عند ربك ك1000 سنة. وبالتالي الموضوع يعني هكذا. فالله سبحانه وتعالى أيضا خلق الأزمنة وفاضل بينها، فجعل سبحانه وتعالى هنالك 12 شهرا في كتابه، فجعل من هذه الأشهر أشهر حرم. أشهر حرم، ومعنى أن نقول بأن هنالك أشهر حرم معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم فيها القتال. منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض جعل هنالك أشهر يحرم فيها القتال. نعم. ولا يجوز فيها أن يظلم الإنسان نفسه. ومن الظلم طبعا عملية القتال هو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. وهكذا على كل عملية التفاضل الزمني، هذه فيها الكثير حقيقة. ما يمكن أن يقال شهر رمضان، الجمعة إلى الجمعة، صلاة ساعة العصر بعد الجمعة، وهكذا في جملة من القضايا في أفضلية الزمن. نعم. عموما الله سبحانه وتعالى جعل هنالك أشهر حرم كما تفضلت، هي 3 متتابعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم.
وواحد منفرد وهو رجب. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر أشهر حرم أي يحرم فيها القتال، والصحيح الذي أميل إليه أنها محرمة إلى الآن، خلافا حقيقة لمن ذهب إلى أن موضوع الأشهر الحرم تم نسخه، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي يقول فيها إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب الله يوم منذ خلق السماوات والأرض. فالله منذ أن خلق السماوات والأرض هذه الأشهر هي أشهر محرمة، وظلت العرب بما لديها من بقايا دين كذلك من دين إبراهيم عليه السلام محتفظة بحرمة هذه الأشهر. فكانت العرب أول ما يدخل أو تدخل الأشهر الحرم كانت تدخل سيوفها في أغمادها وتبطل عملية النداءات للقتال إلى غير ذلك. فعلى كل هذه سميت حرم لحرمة القتال في هذه الأشهر. هل استحدثت أقوال الآن يعني تقول بأن الأشهر الحرم لم تعد حراما كما كانت السابق؟ بعض الفقهاء ذهب إلى نسخها، ذهب إلى مفهوم النسخ في القتال، لكن والله أعلم يعني هذه الأشهر أنا شخصيا أميل إلى أنها ليست منسوخة وأن الحكم لا زال باقيا. ولو أن أمة الإسلام وفقت في أن تجعل من هذه الأشهر الحرم مفهوما عالميا لأن يتحقق السلام على وجه هذه البسيطة، على وجه هذه الأرض، ويمكن أقول أنها لو استطاعت أن تدخلها حتى إلى المنظومات القانونية الدولية بأن هنالك 4 أشهر يجب أن لا يكون فيها القتال وتكون هذه هي الأشهر، فإن ذلك أعتقد أنه سيجر على الإسلام وعلى الأرض كلها ربما الخير الكثير في أن لا تراق الدماء في ثلث تقريبا السنة. جميل. طيب رجب تحديدا ما هي علة تسميته؟ رجب لو نظرنا إلى كلمة الرجب والرجوب ويرجب هي كلها مفردات تدل على التعظيم، تدل على التعظيم. فرجب سمي رجبا لتعظيم العرب له، أو كانوا يعظمونه ولا يقاتلون فيه ولا يقتحمون فيه المحرمات، فأخذ اسمه من الرجوب. والرجوب هو عملية التعظيم. وكان من تعظيمهم أنهم كما ذكرت كان يتوقف القتال في هذه الأشهر، ولو وجد شخص قاتل أبيه في هذه الأشهر لا يقتله. يعني عندهم مسألة العرب كان مسألة الثأر عندهم كبيرة جدا، لكن لتعظيمهم هذا الشهر فإن الرجل لو وجد في هذه الأشهر قاتل أبيه لا يقوم بقتله. جميل. طيب هل هناك تسمية قديمة لشهر رجب وهي مثل مضر أو ما إلى ذلك؟ هو حقيقة أن تسمية رجب كثيرة، أسماء كثيرة يمكن بلغت أكثر من 10 يعني، لكن المشهور منها هو موضوع رجب ومضر والأصم، هذه كلها الأسماء عرف بها على كل هذا الشهر المبارك. فشهر الله شهر مضر، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه هذا الشهر وسمعها الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد بالتحديد الأشهر الحرم بأسمائها، قال 3 هي كذا، وواحد منفرد وهو رجب مضر. رجب مضر. والعلة في ذلك أن قبيلة مضر كانت أكثر القبائل العربية تعظيما لهذا الشهر، كانت أكثر القبائل العربية تعظيما لهذا الشهر. الأمر الثاني مضر أيضا ما كانت تقوم بعملية النسيء الواردة في الآية، إنما النسيء زيادة في الكفر. بعض العرب كانوا ينقلون إذا أرادوا قتالا ينقلون الشهر إلى شهر آخر، فعملية التحريم ينقلونها إلى شهر آخر غير الشهر المحرم. لكن قبيلة مضر كانت تحرص أن والله هذا الشهر ما تنقله إلى أي شهر آخر. يعني مثلا بعضهم كان ينقل شهر رجب إلى رمضان، بعضهم ينقله إلى شعبان، بعضهم كان يجعل مع رجب شهر آخر محرم وهو رمضان. فكانت هنالك جملة من المفاهيم المختلطة في واقع الأمر عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم فرز هذه الأشياء، فمن كان يؤخره إلى شهر آخر، أو من كان يعتبره هو حرام ورمضان حرام، أو من كان يعتبر المحرم هو رمضان وليس رجب، كل ذلك قطعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رجب مضر. وكان في ذلك الوقت معروف، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقع بين جمادى وشعبان، فحدده عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون هنالك انتقال أو يكون هنالك نسيء أو يكون هنالك عرف معين يجعل هذا الشهر شهرا
آخر، فحدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا حقيقة الذي يجعلني أقول بأن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تسمية الأشهر الحرم وتحديد زمانها وأوقاتها يدل على أن المسألة الأحكام فيها جارية إلى قيام الساعة، والله أعلم. جميل. وكذلك سمي بالشهر الأصم. نعم، سمي بالأصم لعدم سماع قعقعة السلاح ونداءات أصوات الحرب فيه. جميل. فالعرب كانت تسميه الأصم، بمعنى كانوا يقولون أن العرب كان تخلع كل ما يتعلق بالريش والسهام، ويعني كل حالة فيها نمط من أنماط الحرب كانت تحاول أن تبطله، ومنها طبيعة الحال هو هذا الشهر الذي ما يسمع فيه بأي شكل من أشكال القتال. طيب، قد يتساءل أو يتبادر إلى الذهن، لماذا كل هذا الاهتمام بشهر رجب؟ ما هي فضائله؟ هو طبعا موضوع الفضائل أدخلت فيها الكثير، يعني أنت تعرف إذا ثبت أن الشيء فاضل وفيه على كل ميزة من الميز، بعض الناس طبعا تذهب إلى بعض الزيادات وتحاول، خاصة موضوع الوضع في الأحاديث وكذا، وبعض الناس تساهل في موضوع الفاضل من الأعمال، فيريد الإنسان مثلا أن يحرض الناس على بعض الأعمال الفاضلة، فيحاول أن يضيف إلى ما هو فاضل بعض الفواضل الأخرى. لكن الصحيح أن شهر رجب هو أفضليته يكتسبها من أنه شهر حرام، يكتسبها أنه شهر حرام. باقي الأشياء حقيقة تحتاج إلى توقف. صحيح في بعض الأشياء فيها أحاديث حسنة، مثل أن يكون فيه الصيام أو غيره، لكن أن يخصص شهر رجب لوحده دون سائر الأشهر الحرام بميزات خارج أنه شهر حرام، هذه على كل ليس فيها نصوص قاطعة وصريحة. طيب، هل لشهر رجب تفضيل دونا عن بقية الأشهر المحرمة؟ لو نظرنا إلى الأفضلية ستلاحظ أن شهر ذو الحجة مثلا وشهر ذو القعدة والمحرم قد تجدها أنها أفضل ربما من رجب، على خلاف ما هو. لماذا؟ لأن الشهر الذي جعل الله فيه فريضة وركن من أركان الإسلام ليس كالشهر الذي لم يجعل فيه فريضة ولا ركن من أركان الإسلام، وبالتالي سنلاحظ أن رمضان وذو الحجة وذو القعدة قد تكون من حيث الأفضلية على كل أفضل من شهر الرجب، ولكن عند كثير من الناس للأسف الشديد نتيجة بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في ذلك على كل بعض الإشكالات التي نسبت كأشياء فاضلة لهذا الشهر. لكن هو الثابت فيه عموما أنه شهر حرام، وكذلك الثابت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من بعض أحاديثه أن الأشهر الحرم يمكن أن يكون فيها صيام، فده بشكل عام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن من الصيام الفاضل أن يكون بعض أنواع الصيام في الأشهر الحرم، فهذه ميزة على كل موجودة لرجب باعتباره شهرا حراما. طيب، تخصيص الحكم الشرعي في تخصيص بعض الأيام أو تعيين أيام بعينها لصيامها في شهر رجب؟ طبعا القاعدة في موضوع العبادات على وجه التحديد، وهذا هو الذي ربما يشكل على كثير من الناس، أنهم يتساهلون في موضوع التعبد، فيحاول الإنسان أن يتعبد الله بما لم يشرع. والقاعدة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية التي يسماها وجماع الدين ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع. فبعض الناس، والبدع طبعا تدخل في الهيئة وتدخل في العدد وتدخل في تخصيص ما لم يخصصه الله ورسوله. فمثلا نحن نقول بأن الصيام فاضل في كل الأشهر إلا ما استثني، وفاضل في كل الأيام إلا ما تم منعه أو النهي فيه، هذه كلها متاحة تجعلها في رجب وفي غير في غير رجب. لكن أن يأتي شخص ويقول والله يا أخي لا، أنا أريد أن أخصص في رجب عبادة معينة، نقول له والله هذا ما ثبت عليه دليل، لم يثبت عليه دليل، وبالتالي الأفضل أن تدخل في العبادات دون تخصيص، دون أن تخصص ساعة أو تخصص يوم أو تخصص جمعة من الجمعات أو تاريخ معين في رجب، كل ذلك على كل مما لم يرد فيه أدلة صحيحة. الأفضل أن تدخله بالعموم. الله عز وجل مثلا أمرك بالذكر فتذكر، أمرك بالصلاة فتصلي، أمرك بالصوم فتصوم، أمرك بصلة الرحم فتقوم بصلة الرحم، لكن ليس بلازم أن تخصصها بساعة معينة أو يوما معين، مع ما ورد كما ذكرت لك في موضوع رجب تحديدا في بعض الأحاديث التي تساهل فيها حتى بعض أهل العلم، وتساهلت فيها كذلك بعض المذاهب، هي لم ترقى إلى مستوى الصحة ولكنها قد تكون قريبة من مرتبة الحسن. هذه طبعا تعرف الخلاف الدائر بين
اللي هي الأخذ بالأحاديث التي ضعفها ليس شديدا أو هي قريبا من الحسن يؤخذ بها في فضائل الأعمال. فمن عمل بذلك على كل قد نجد له إن شاء الله متسع في هذا الموضوع. جميل، نستأذنك في فاصل قصير فضيلة الشيخ. فاصل قصير متابعينا الأفاضل ونعود إليكم. كونوا على مقربة. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير. نذكر أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. عودا على بدء فيما سبق الحديث عنها عن شهر رجب شيخنا الفاضل، يمر علينا مصطلح العتيرة في هذا الشهر، فما هو أصله وما معناه؟ العتيرة أو ما يسمى بالرجبية. نعم. العتيرة أو ما يسمى بالرجبية، أو كمان عندك شيء اسمه الفرع. هذه كلها أشياء كانت موجودة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فالعرب كانت تعرفها، كانت تعرف العتيرة، كانت تعرف الفرع. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، إن نفعل العتيرة أو نقوم بالعتيرة ونقوم بالفرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم قائلا: من أراد أن يقوم بالعتيرة فليفعل، ومن أراد أن يقوم بالفرع فليفعل، وهكذا. نعم. وفي أحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم مثلا: لا عتيرة ولا فرع، لا عتيرة ولا فرع. طيب، ما هي العتيرة وما هو الفرع؟ العتيرة هي عبارة عن ما يقوم به بعض الناس من ذبح بعض من البهائم. يعني إذا عندك إبل أو عندك ماعز أو كذا مثلا، يكون هنالك شيء تقوم أنت بذبحه وتتبرع بالطعام الذي قمت بذبحه. فكانت على كل يتبرع بها كاملة يعني؟ يتبرع بها كاملة، يتبرع بها كاملة، لكن كان على كل فيها أكثر من فهم. يعني منهم من كان يتبرع بها، ومنهم من كان يوقفها وقفا على الفقراء وعلى المساكين. نعم. يعني على كل، سواء ذبحت أو كانت تعطى للأيتام أو المساكين أو الفقراء، كان يقصد منها أن والله كيف تصل هذه إلى الناس، اللي هي سميناها بالرجبية. نعم. يعني هي بمفهوم الصدقة. هي كان يقصد منها أنه يتصدق الإنسان بجزء من ماله المتعلق بالحيوانات. هذه هي العتيرة. أي العتيرة. أي. الفرع أيضا كان نوع آخر على كل من أنواع التعامل، أيضا له علاقة
ليس بلازم بالأشهر الحرم، لكن العتيرة تحديدا كانت في رجب، كانوا يقومون بها في رجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الموضوع تارة بالمنع وتارة بقوله يا أيها الناس، يا أيها الناس عليكم في كل عام أضحية وعتيرة. يا أيها الناس، وهذه قالها في محضر من الناس، يا أيها الناس عليكم العتيرة والأضحية. ففهم الناس من هذا أن والله كما علينا واجب الأضحية علينا واجب إيه؟ نعم. واجب العتيرة. هذا اللي يفهم. هذا الذي تبادر إلى الناس. لكن سبحان الله الآن من خلال على كل وقوفنا على مذاهب أهل العلم لا تكاد تجد من يأخذ الآن بموضوع العتيرة وأنه مشروع إلا السادة الشافعية ومذهبهم يأخذ بالعتيرة ويأخذ بالفرع ويرى أنه لا حرج في ذلك. والسبب يرون بأنه والله فقط ما نفي هو الفرض، أنه ليس فرضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عتيرة ولا فرع، إما أنه نفى الوجوب أو أنه نفى ما كان لغير الله تبارك وتعالى، أو نفى الطريقة التي كانوا يقومون بها من حرمان الذي يراد أن يذبح، يحرمونه لفترة من الزمن، يحرمونه من التغذية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها هذا الاتجاه، لكن في أكثر من حال النبي كان يشير إلى أنه لا حرج في ذلك إذا قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى إخلاصا لله وإحسانا لخلق الله. فالشافعية على وجه التحديد يرون بأن هذا الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يحمل على الاستحباب لا على إيه؟ الوجوب. لا على الوجوب. الآخرين رأوا بأن والله لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا عتيرة ولا فرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ بهذا الحديث كل الأقوال السابقة أو كل الأفعال التي في السابق. يبقى نحن عموما الآن نستطيع أن نقول بأن هذه المسألة على وجه التحديد من صحح الحديث، أنه في الحديث نفسه الحديث الأول تحديدا فيه مقال، لكن من صححه كالشافعية والإمام الشافعي تحديدا ممن تكلم في صحة هذا الموضوع واعتبره صحيح وبنى عليه الأحكام الفقهية. فالشافعية ومن تبعهم على كل يرون بأن هذه من الصدقات التي يمكن للإنسان أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا بها لله ومحسنا بها لخلق الله تبارك وتعالى. الآخرون يقولون بأن والله هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه منسوخ، وبالتالي لا نتعبد الله بما هو منسوخ ولا نتعبد الله بما هو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هي ليست واجبة. ليست واجبة، نعم. والعمل بها هل يعني تصل لمرحلة إذا كان الإنسان تبع في ذلك أو فهم من النصوص على كل أنها صحيحة وذهب بما قاله الإمام الشافعي نعم. فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. جميل. طيب ذكر أن هنالك نهر في الجنة اسمه رجب، ما صحة هذا؟ هو سبحان الله الأحاديث كثيرة جدا نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق برجب، ولكن لم تثبت بشكل قوي. لكن منهم أيضا بالذات هذا الحديث منهم من اعتبره بدرجة الحسن اعتبره درجة الحسن. نعم. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة نهرا اسمه رجب، ثم بنى بعد ذلك قال من صام يوما في رجب فإنه يشرب من هذا النهر وهكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فصل في ذلك. فعلى كل من أخذ بصحة هذا الحديث ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بذلك إن شاء الله يعني لا حرج عليه. ولكن من ضعف الحديث ولم يثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا فيها جانب اعتقادي هذه الجزئية على وجه التحديد، يعني ليست فضائل أعمال فقط، لكن أنك ستعتقد بأن هنالك نهر اسمه كذا في الجنة، وهذه تحتاج إلى أدلة على كل قوية لتقول بأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل ليس بتلك القوة الأحاديث التي تثبت أن النهر اسمه كذا. طيب هنالك بعض الممارسات الخاطئة في زماننا مثل زيارة القبور والتي اشتهرت في شهر رجب، هل لهذا قول عندكم؟ لم يثبت على كل أي حديث لا ضعيف ولا صحيح فيما يتعلق بزيارة القبور بتحديد رجب ولا غير رجب. يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي نص، ولا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم خصصوا مثلا يوما معينا كاليوم الأول في رجب أو الأسبوع الأول في رجب إلى غير ذلك مما يفعله كثير من الناس. لكن كما ذكرت في بداية الحلقة أنه من استطاع أن يزور المقابر، الزيارات المعروفة هذه
ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالإنسان الذي يريد أن يزور في أي شهر من الشهور تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء لهؤلاء الموتى وتذكيرا لنفسه بحالة الموت والانتقال إلى هذه المرحلة البرزخية، فإن ذلك مشروع في كل العام وفي كل الأزمان، لا ليس في ذلك حرج، دون أن يذهب الإنسان في تخصيص ذلك لما يترتب عليه من مخاطر حقيقة، وهي مخاطر البدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فالإنسان عليه الاكتفاء بعموم النصوص الواردة في موضوع الزيارات دون أن يذهب في اتجاه التخصيص الذي يطالب فيه بدليل خاص. طيب دعنا إذا نختم شيخنا بسؤال عن الواقع الحالي، كوننا في شهر رجب المحرم والقتال لا زال مستمر في فلسطين، ما بعد هذا؟ طبعا القتال هو قتال مبتدأ الآن أو مواصل الآن بسبب الهجمة الصهيونية للأسف الشديد، والعالم كله طبعا يتفرج. ثم أيضا حقيقة موضوع الإضعاف الأشهر الحرم في نفوس الناس نتيجة آراء فقهية معينة للأسف سادت لفترات طويلة حتى في تاريخنا الإسلامي، وربما أحيانا يكون رأي جمهور، يعني أحيانا مثل هذا القول قد يتبناه الجمهور. فهنا على كل أضعفت صورة الأشهر صورة الأشهر الحرم والقتال فيها. فعلى القول بأنه والله لا حرج بمبادئة المشركين وقتالهم في الأشهر الحرم، هنا ستجد أن المسألة تضعف عموما. لكن القرآن الكريم على كل يعزز من رؤية أن هذه الأشهر ينبغي أن تستمر، وأنها يراد أن تكون أشهر سلام، وفيها طبعا فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى. ولو لاحظت سبحان الله حتى موضوع رجب وضع قبل رمضان، وكان الناس في السابق يسافرون مسافات بعيدة جدا، فكأنما الله سبحانه وتعالى والعلم عند الله عز وجل أراد أن يكون ما قبل رمضان هنالك شهر حرام يذهب الناس فيه ربما إلى عمرة رمضان. نعم. فلا يكون في هذا الشهر أيضا قتالا. وأيضا بعد ذلك بعد أن يكمل الإنسان رمضان، لاحظ هنالك شهر شوال ليس شهرا حراما، لكن بعد ذلك يدخل الإنسان في الأشهر الحرم مباشرة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه كلها تبقى أشهر ففترة الحج كاملة وما قبل رمضان هذه على كل جعلها الله سبحانه وتعالى أشهر سلام، حتى يقوم الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى على أحسن وجه، وتحقيقا لما أسميه عموما أنا بالسلام العالمي. لو أن البشرية اليوم أخذت بهذا المفهوم، تصور بأنه أنت عندك على الأقل 120 يوم في السنة، هذه تعتبر خالية عن أي شكل من أشكال الحروب، ويمكن أن نثبتها بقانون دولي ونجعل من يقوم بأي شكل من أشكال الحروب في هذه الأشهر خالف منظومة كونية شرعية. وبهذا الشيء ليس قانون عالمي فقط، لا، بل يمكن أن يأخذ هذا البعد الديني، وخاصة إذا دخلت معنا الديانات الأخرى أو دخلت معنا الشرائع الأخرى كاليهود والنصارى وغيرهم، رأوا إن والله هذه الأشهر عندهم أيضا كذلك، وقد تأخذ أيضا قوتها بهذا الجانب. فعموما أنا ممن يرى أن هذه الأشهر تعظيمها مهم، حرمتها لازمة. لو استطاع المسلمون أن يجعلوا من هذه الأشهر ثقافة كما كانت على الأقل ما قبل الإسلام، ثقافة حاضرة، دعك من العالم ككل، بس بين المسلمين. أليس هنالك الآن قتال يجري بين المسلمين في بعض البلدان كما هو الآن الحال في السودان مثلا؟ ما في أحد منتبه أصلا لأنه والله في شهر حرام ولا ليس شهر نعم. شهر حرام للأسف الشديد يعني، وهذا بين المسلمين. فإذا كنا نتطلع إلى أنه هذه الحالة يجب أن تكون حالة عالمية، فمن باب أولى أن تكون حالة حالة إسلامية، إنه والله نعظم الأشهر الحرم. لكن هذا يحتاج ابتداء من العلماء وحملة العلم عموما إلى تحرير هذا الموضوع، ثم التأكيد على صيغة معينة، ثم تبني الوثيقة يمكن أن تكون وثيقة عالمية بعد ذلك. شاكرين لكم هذا الطرح دكتور حسن سلمان. الشكر موصول لكم أنتم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة. نكرر الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور ضيفي الدائم حسن سلمان، شاكرين لكم. الله يسلم، أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله. للحديث بقية، ترقبونا في حلقات قادمة في نفس الموعد من كل أسبوع. هذا عبد الرحمن محي الدين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.